سلام. اليوم راح نعملوا مع بعضنا كما قاعدين تشوفوا ديكو جيل او سوبر كريم ولا نقدروا نقولوا كريمة الليمون. نبداو الوصفة مع بعضنا ونقولوا بسم الله. هنايا عندي كاسرونة تاعي كما قاعدين تشوفوا، ونبدا الوصفة تاعي ونقول بسم الله بالطريقة هذه. هنايا عندي 100 غرام ولا 100 مليلتر عصير ليمون يكون مصفي، يعني عصير تاع القرص لازم نصفيوه. عندي هنايا 150 مليلتر ماء ولا 150 غرام تاع ماء. هنا الوصفات تاعنا من الأحسن يعني نستعملوا الميزان كما قاعدين تشوفوا. هنايا عندي 100 غرام تاع سكر عادي. نخلط مليح بالطريقة هذه، نحاول انه ندوب السكر في الخليط تاعي. هنايا عندي 20 غرام تاع نشا او زوز مغارف كبار تاع نشا ما همش معمرين. يعني كما قلت لكم احنا يعني من الاحسن به وصفاتنا تجينا ناجحة نستعملوا الميزان، راح تجينا المكونات يعني مضبوطة ولا بالميزان تكون مضبوطة أكتر وأكتر. نحاول هنايا نحرك مليح حتى المكونات تتمازج، ونزيد هنايا منكه الليمون ولا لاباتاغون تاع القارص كما قاعدين تشوفوا. هنايا اللي عندها المنكه الليمون تاعها ما فيهش الملون تقدر هنايا تضيف ملون أصفر بالطريقة هذه مع المنكه. نحرك مليح حتى الخليط تاعي يتمازج كما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذه. في المرحلة هذه نحطها على نار ناقصة ونبقى نحرك حتى يعني المزيج تاعنا يعني يطيب ولا لا كريم تاعنا الطيب، يعني ما نهزش يدي منها، لازم نوقف عليها ونبقى نحرك بالطريقة هذه وما نحبش تحرك حتى توجد لنا سوبر كريم ولا ديكو جيل. هنا في المرحلة هذه كما قاعدين تشوفوا ولا الخليط تاعنا شفاف، يعني بدا يوجد وبدا يطيب بالطريقة هذه حتى يعني يبدا يتقال ويحكم الغلوة كما قاعدين تشوفوا. نحسبوا له يعني حتى يغلي دقيقة ونطفيو عليه ونحطوه في حاجة ونخليوه يبرد بالطريقة هذه به القوام تاعو يبان لنا. هنا في المرحلة هذه الوصفة تاعنا واجدة. انا نعمل بها هنا بعد ما بردت، انا نعمل بها التحليات، نعمل بها نحطها في لي سابلي، نعمل بها نحطها في كريمة يعني في تحليات الليمون، نعمل بها سويسرول بال يعني ولا لابوش تاع الليمون، نعملها في قد يعني في عدة وصفات في الوصفات اللي فيها القارص. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة، ونقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.